قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرح. نتعرض لحرب إعلامية وشيطنة لا تنتهي، لكن الحمد لله على كل حال لازم نكون نحن متهيئين أنفسنا وندافع. ما هاجمنا لكن ندافع. سبحان الله، الهجوم مو من طبعنا أنه نلدغ كالأفاعي، طبعهم هم. فخرجت امبارح واليوم قصص وأكثر، لهم يومين ثلاث، الصفحات النصيرية وغيرهم والدروز والأقليات عندنا، أنه في بنت نصيرية اسمها ميرنا ثابت تم خطفها في إدلب وبيعها وأخذ أحد رجال الأمن. هالحكي كذب جدا، كذب قولا واحدا. المقابلات موجودة وصوروا معها الناس أكثر من مقابلة ببيت أهلها وليس ببيت زوجها. طبعا تزوجت من الشاب أحمد ولبست الحجاب ولبست حتى اللباس الشرعي، لكن ما غطت وجهها. ما حدا جبر على هالشيء نهائيا. شايفين الفرح اللي بعيونها؟ قاموا ايش يقولوا لكم مخطوفة تضحك على الابتسامة هاي. المخطوفة عيونها يتلألأ من الفرح انه حققت هدفها وانخطفت، ولا حققت هدفها وتزوجت من الشخص اللي وجدت فيه رجولة، وجدت فيه غيرة، وجدت فيه شهامة، وجدت انه ما حدا يصونها الا من تربى على لا اله الا الله محمد رسول الله، وعلى محبة آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الكرام والأخيار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة هذا النبي وحتى يؤسسوا لنا هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنهم مبشرون بالجنة، ويأتي من يأتي يتطاول عليهم ويشتمهم ويسبهم، لكن يسبون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. فإيش تتوقع منهم إذا إنسان يسب زوج النبي التي توفى بحجرها، أم المؤمنين توفى في حجرها وفي حضنها، يتهمونها اتهامات باطلة وهي التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. فهذه قصة ميرنا حبت أحمد وقررت تتزوج منه، علما أنه تعلم أهلها ما راح يوافقوا، وفعلا ما وافقوا. قبل أسبوع قالت أخذوا مني التليفون بعد أن اكتشفوا أني عم أحكي مع أحمد وهو من غير طائفتنا، هو من أمة الإسلام. نحن لسنا طائفة، نحن أمة، هم الطوائف. والآن دخلت في دين الإسلام وعادت إلى رشدها. أسأل الله أن يثبتها وأن يتممها وأن يبارك لهم وأن يرزقهم الذرية الصالحة وأن يجعلها عبرة لغيرها. نحن ندعوكم للإسلام، ندعوكم إلى الدين جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. والله الباطنية وإصرار الدين نحن باطنا ما نظهر دين لأحد. إيش الدين هذا؟ الدين كله عندنا بياض مفتوح منور، ما في عندنا شيء معتم، ما في عندنا شيء بالغرف المظلمة. دين واضح وضعه الله عز وجل ووضعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل. ما في عندنا شيء لحتى تصير 40 لازم تعرفوا، ولا بس المشايخ يعرفون، ولا بس الذكور يعرفون الإناث ما يعرفون. لا على الإطلاق نهائيا. دين الإسلام دين واضح، ما يصير في عندنا شيء مخفي. فأسأل الله أن يثبتها وأن يهديها ويهدينا. قل